ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل اللي منورني على قناتي واللي هينورني باذن الله هيكون معانا اجدد الوصفات. وصفتنا النهارده ميني كوكيز. المكونات: 400 جرام دقيق، 220 جرام زبدة اي نوع، 180 جرام سكر، معلقة صغيرة فانيليا، 2 بيضة، نص معلقة صغيرة بيكنج صودا، رشة ملح، كوب شوكليت شيبس. الطريقة سهلة جدا. هنحط السكر والزبدة ونضربهم كويس لحد ما لونهم يفتحوا يبقوا زي الكريمة بالظبط. ومن سر نجاح الكوكيز ضرب الزبدة والسكر كويس لحد ما لونهم يفتحوا ويكون هش. الكوكيز من البسكوتات السهلة والبسيطة جدا، لكن لازم نمشي على الخطوات بالظبط. والخطوة اللي جاية هنحط البيض ونضرب كويس، وبعد كده هنضيف المكونات الجافة، الدقيق والبيكنج صودا، ونضربه لحد ما يختفي الدقيق. واخر حاجة معانا هنضيف الشوكولات شيبس ونقلب كويس، وبعد كده هناخده ونحطه في التلاجة لمدة ساعة يرتاح. ومن اهم اسرار نجاح الكوكيز نحطه في التلاجة اطول فترة ممكنة، ولو بات في التلاجة يكون افضل. وبعد كده هنطلعه ونشكله ونحطه في التلاجة، وبعد كده هيتحط في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة. وده الشكل النهائي ليه. يا رب يكون عجبكم، ومستنية دعمكم للقناة بلايك وشير وسبسكرايب، وعلشان القناة تكبر بيكم. واستنوني في الفيديو الجاي بوصفة جديدة وترند جديد.